السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة حكاية الكرة مع عمر. مبدئيا كده بس حابب أعتذر لإخواتي الأهلاوية على انفعالي في الفيديو اللي فات اللي هم فهموا فيه انفعالي غلط. هو يا جماعة أنا انفعالي جاي من حتة إن أنا مش قادر أشوف النادي الأهلي بالشكل ده. أنا عارف ومدرك تماما قوي إن الأهلي دي بيتحارب، لكن أنا اللي مضايقني إن إحنا في الحرب دي الأسلحة بتاعتنا المفروض نواجه بيها الحرب دي ضعيفة، مش مساعدانا. النادي الأهلي ده يا جماعة زمان في الألفينات في أولها كان بيشيل وزراء، ما كانش بيتحارب بالشكل ده، كان ليه الكلمة العليا. أنا مش قادر أشوف النادي الأهلي أسلحته ضعيفة بالشكل ده، مش قادر أشوفه بيتحارب بالشكل ده، وولادنا مش مساعديننا، ولادنا بيساعدوهم إن هم يحاربونا. عايزهم يفوقوا شوية. أنا حزين على المستوى اللي إحنا وصلنا له، لكن النادي الأهلي ده كيان، ده بدم الواحد. فمبدئيا أي حد فهم انفعالي غلط يتقبل اعتذاري وما يزعلش مني، ده كان غيرة على النادي. غيرة لأن النهارده مثلا المشاهد اللي حصلت دي كنتش عايزها تحصل، كنت مستنيها. النهارده لما الزمالك كسب الإسماعيلي، شيكابالا خد اللعيبة وراح يحيي الجمهور وبيحتفل معاهم كأنه خد الدوري. دي في مضمونها تضايقني أنا، مش تضايقني إن هو بيحتفل، لا، تضايقني إن هو بيوصل رسالة إن الدوري خلص. هو مش شايف منافس واحد يتصدر بفرق الأهداف ولسه في 25 مباراة وبيحتفل. شوفوا ولادنا وصلونا لإيه، ولادنا وصلونا لإيه. الناس نكرة زي دي تعمل كده، بيقول أنا مش شايفكم، أنا خدت الدوري، أنا مفيش منافسة، أنا بحتفل من دلوقتي. دي ما تزعلش، لازم أتضايق ولازم أغير على النادي الأهلي ولازم ولازم ولازم. وفي نقطة تانية حابب أقولها نتكلم فيها مع بعضينا. إحنا في خطأ بنقع فيه، إن إحنا بنختزل كل الأخطاء بتاعتنا في الحكام. يعني مثلا بنيجي قبلها بيوم بنعرف الحكم الفلاني، الحكم العلاني. أنا عارف إن الحكام بتحاربنا، أنا متأكد من ده، لكن مش كل أخطائنا يا جماعة في الحكام بس. خطورة الموضوع ده إن أنا بديهم العذر، إن هم لو حصل أي حاجة إحنا هنقول الحكام. إحنا عارفين إن في أخطاء تحكيمية، بس هو من إمتى الأهلي كان بيأثر فيه الكلام ده؟ النادي الأهلي المفروض يا جماعة إحنا بننزل الملعب بنأدي بنعمل اللي علينا، ما بنديهمش الفرصة. هم الفرصة بتجيلهم لما إحنا بيكون أدائنا وحش، بنتعثر، مش في يومنا، فبيستغلوا الموقف. أنا مش عايز دايما نتكلم في حتة الحكام دي ونصدرها للعيبة بتاعتنا، واللعيبة بتاعتنا محتاجة تفوق شوية. فأنا النهاردة طول ما أنا بوجد لهم أعذار مش هيحس إن في غلط، لازم يشعر بالغضب الجماهيري ده. كلنا أهلاوية أنا عارف، بس كل واحد فينا بيعبر عن غضبه بشكل مختلف. أنا بس يعني حابب أوضح الكام نقطة دول علشان حالة الغضب وحالة الانقسام اللي حصلت بين جماهير النادي الأهلي وبعضها. في ناس انتقدت تصريحات مستر كولر. يا جماعة أنا شايف إن الراجل بيتكلم صح على فكرة. الأجانب منطقيين في كلامهم، بيتكلموا على أرض الواقع. هو الراجل بيتكلم في الواقع. إحنا ثقافتنا كمصريين بنقول إيه دايما؟ ماشي، ما إحنا عارفين دي الحقيقة، بس ما يقولش قدام الناس. وأنا مش شايف إنها هتفرق قدام الناس ولا مش قدام الناس. أنا شايف إن مفيش فرق. المشكلة إن إحنا لازم نعالج أخطائنا، والمشكلة إن اللعيبة اللي سمعت الكلام ده من المدير الفني عليها إنها تثبت العكس. مش نحكم على الأمور بعاطفة زي بعض إخواتنا الأهلاوية ما قالوا ده كده بيهدمهم معنويا. لا، ما يهدمنيش، أثبت العكس، خصوصا إنهم مش لعيبة صغيرة ولعيبة كبيرة وليهم تاريخهم مع النادي. أنا النهاردة مديري بيقول لي أدائك في النازل، ما أقعدش بقى أقول لا أنا أدائي في النازل وأسيب الشغل، لا، أثبت له العكس. فأنا شايف إن تصريحاته دي المفروض تكون دافع ليهم مش عليهم. يركزوا شوية في التصريحات دي، دافع ليهم مش عليهم. طيب أنا عندي بقى مشكلة تانية يا جماعة دلوقتي مع لجنة التخطيط في النادي الأهلي. واخدين بالكم انتوا كل اللعيبه اللي خرجت من النادي الاهلي متالقه بره؟
انا النهارده عندي لعيب زي محمد شكري ده، اسيبه يمشي ليه؟ عندي لعيب زي زياد طارق كان مكسر الدنيا الدور الثاني مع سواريش، وبان انه لعيب تقيل ولعيب خامه، ليه ما ياخدش فرصه؟ يعني انا مش قادر افهم. يعني ايه النهارده قلنا الصفقات مش عارفين نجيبها، اصل بنتحارب في الصفقات، اوكي همشي معاكم بنتحارب في الصفقات. طب ما انا عندي ناس طالعه ومستواها باين هتبقى نجوم، ما ادوهمش الفرصه ليه؟ ليه ما رجعش الكشافين زي زمان يلفوا المحافظات ويجيبوا ويلفوا ويجيبوا ومحدش عارف انت بتجيب مين وتنمي وتكبر وتطلع؟ يعني انا ليه فين الكشافين بتوع زمان؟ ليه ما استغلش بخبرات واحد زي بدر رجب على ميهوب ربيع ياسين مجدي طلبه؟ الناس دي ليه ما استفادش بخبراتهم؟ في برضه خلل، معلش يعني احنا مش عايزين دايما نقعد نقول ايه احنا ماشيين صح، لا احنا في اخطاء لازم تتعالج، لازم لجنه التخطيط بتاعت النادي الاهلي تتغير، لازم الجهاز الفني يخش عليه دم جديد، كابتن شامي ومصون على عيننا وراسنا وبذل مجهود كبير قوي، لازم تجديد دماء. نفكر بقى في عماد النحاس، نفكر في علاء ميهوب، نفكر في رضا شحاته، نفكر في بدر رجب، نفكر في اي حد. لازم حد يخش مع الراجل دم جديد. لازم اللعيبه دي تفهم ان الامور مش ماشيه على وتيره واحده، لازم يحسوا بالتغيير. ده كانت وجهه نظري من الفيديو اللي فات اللي انتوا زعلتوا مني فيه. انا غيران على الفرقه وشايف ان في الاخطاء ديت، وما كنتش مستحمل ان افقد الدوري للسنه الثالثه على التوالي. الموضوع بالنسبه لي يبقى صعب قوي. انا زي ما انتوا شايفين يعني عجوز شويه، بس اتربيت على البطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي لو كان خرج منه بطوله سنه كانت بتبقى يعني كارثه. انا مش متخيل ان النادي الاهلي ممكن يخرج منه الدوري 3 سنين. لازم نقاتل وهنساند وهندعم، بس في وقت لازم نقف نقول لا في غلط. طبعا بعد ما قلت لكم وجهه نظري واتمنى ان انتم تكونوا تفهمتوني، حابب بقى اختم معاكم بخبر ان شاء الله يسعدكم كلكم، ان النادي الاهلي انهى التعاقد مع كريستو الضاي لاعب النجم الساحلي التونسي لمده 4 سنوات ونص. طيب اللاعب ده عنده 19 سنه تحت السن، يعني هو مش هياخد منك مكان في عدد الاجانب. بس انا اللي اسعدني في الموضوع انه اختيار انيس بوجلبان. انيس بوجلبان عينه حلوه جدا. انيس بوجلبان اللي جاب لنا علي معلول، اللي جاب لنا اجاييه، جاب لنا اليو ديانج، فانا اثق في اختياراته يعني. واتمنى من اداره النادي الاهلي تنهي في اسرع وقت موضوع كهربا يا جماعه هيبقى صفقه جديده. كهربا طاقه هتنفجر في الملعب لو الموضوع خلص. لو قدرنا نخلصه احنا عملنا صفقه من العيار التقيل. ولسه في ان شاء الله صفقات تانية جايه. في اسمع يعني في افريقيا الغاني بيتفاوضوا معاه، وفي برازيلي بيلعب في الصين. يعني ان شاء الله هو الموسم الشتوي ده يوم ما مش هيعمل صفقات النادي الاهلي مش اقل من 4 صفقات. ولازم لحلو التجديد، واللعيب اللي مش قابل سياسه التدوير في الفرقه يتفضل يشوف له فرقه تانية. النادي الاهلي ملك جمهوره، مش حكر على حد. لو انت بتؤدي اللي عليك وبحقق النتائج على راس عيني وراسي من فوق. في خلل خليك موجود، ده بيتك، بس اقبل سياسه التدوير. انا في واقعه يعني مش يعني مضايقاني جدا وكانت جديده جدا على النادي الاهلي، ان قفشه لما قلب بوزه وزعل وقلب وشه لعب اساسي. النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده. دي سقطه جديده ووقعه جديده في النادي الاهلي، يعني انا مش قادر افهمها. لكن انا عارف ممكن تكون كل ده من ضمن الضغوط اللي الاهلي بيتعرض لها. فاحنا ان شاء الله داعمين ومساندين لاخر لحظه، لكن لازم نتقبل اختلافات بعض، نتقبل غضب بعض، نتقبل كل واحد فينا بيعبر عن غضبه ازاي، لكن كلنا مشتركين في حب النادي الاهلي. ان شاء الله اشوفكم على خير بعد لقاء بيراميدز، ويكون ربنا ناصرنا وبأداء عالي وبعودة الروح، ونرجع ملوك ال90 وروح الفانلة الحمراء تظهر تاني في هذه المباراة. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وتصبحوا على خير.